مساء الخير يا جماعة، شهركم مسويين إن شاء الله طيبين وأموركم كلها تمام. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن خصوصية التصوير وكيف إن صورة أدت إلى وفاة الرابر الأمريكي بوب سموك. لحظة دقيقة، معقولة اثنيان صورة أدت إلى وفاته؟ كنا فيها مبالغة شوي. اليوم إن شاء الله راح أشرح لكم كل شيء، يلا نبدأ. طيب عشان نفهم حبة حبة، مين هذا بوب سموك؟ هذا مغني راب أمريكي عمره 20 سنة وينزل أغانيه على اليوتيوب، عنده أكثر من 8 مليون مشترك ومجموع مستمعين أغانيه وصل أكثر من 5 مليار مستمع. طبعا زي ما تشوفون عمره صغير بالسن ويطلع بالشكل هذا، يلبس ساعة الماس ويلبس العقد اللي بتشوفونه هنا بالالماس بعد، وغير كذا المجوهرات الثانية والخواتم. يعني لما يطلع طلعة واحدة أكثر من مليون ريال بس، هذه الأشياء اللي لابسها. أي شخص حول العالم يصير ينزل صورة بالطريقة هذه ماسك المبلغ الكاش الكبير بيده، أو يطلع بالذهب والألماس والخواتم الغالية والساعات، تصير العيون عليه أكثر، خصوصا في أمريكا. فصاروا يترقبون تحركاته، يشوفونه ويتابعونه أول بأول. وفي يوم من الأيام بوب سموك قرر ياخذ أخوياه ويروحون على ولاية كاليفورنيا، تحديدا في منطقة بيفرلي هيلز. أخذوا لهم فيلا هناك استأجروها وجلسوا، وبوب كان حذر، ما طلع أي معلم من معالم الفيلا، لا لون الفيلا ولا شيء، حاول يخفي الهوية اللي وراه، بس نزل صورته وحط اللوكيشن انه موجود كاليفورنيا تحديدا بيفرلي هيلز. وهنا خويه قال له بوب احنا موجودين حاليا بيفرلي هيلز، مكان الاثرياء، ومعنا سيارة مستأجرينها كشخة، ومعنا كاش وكاشخين ومجوهرات، باخذ صورة بنزلها حق الهياط في الانستغرام. طبعا بوب توقع انه بياخذ صورة بس مع السيارة والكاش، وبالفعل خويه اخذ الصورة هذه، لكن ما انتبه لشيء. رقم الفيلا اللي مستأجرينها طالع زي ما تشوفون، الرقم الاول مخفي لكن بعدها 033. فكان هذا سهل على المجرمين انه يبحثون بيفرلي هيلز اخر 3 ارقام. وعلى طول المجرمين راحوا على بيفرلي هيلز يدورون على بيت اخر 3 ارقام 033. اول ما راحوا هناك حصلوا هذا البيت وشافوا الرقم اللي كان مخفي المقصوص من الصورة، واللي هو طلع رقم 2. وزي ما تشوفون هنا رقم البيت 2033. تأكدوا انه موجود في هذا البيت. راحوا يدورون بالسيارة لما الساعة 2 الفجر، ولما صارت الساعة 2 الفجر راحوا عند الفيلا، وكانوا هم 3 اشخاص. شخص بقى في السيارة ينتظرهم اللي كان يسوق، واثنين نزلوا اقتحموا الفيلا، طبعا معهم اسلحتهم ومعهم مسدسات وكل شيء. لما اقتحموا الفيلا شافوا بوب سموك، على طول طلقوا عليه النار وتوفى بوقتها. طبعا سرقوا ساعته، سرقوا الخواتم، سرقوا المجوهرات اللي كل الاشياء اللي عنده، وحتى الكاش سرقوه، وعلى طول طلعوا من الفيلا. وزي ما تشوفون هذه الصورة هم يطلعون المتوفي بوب سموك من الفيلا شايلينه. كل هذا صار علشان خويه نزل الصورة ونسى يغطي رقم البيت. وطبعا تم تتبع السيارة اللي هربوا فيها عن طريق الكاميرات الموجودة في الفلل على الطرق، وتم القبض عليهم. لكن مو هنا الصدمة، تخيل الصدمة انه طلع واحد عمره 15 سنة والثاني عمره 17 سنة. طبعا الشرطة قررت تخفي هوياتهم لانهم يعتبرون صغار بالسن، وهذول الاثنين هم كانوا سبب مقتل المغني الرابر الامريكي بوب سموك. وهذه كانت نهاية القصة، مقتل الرابر الامريكي بسبب خويه نزل صورة على الانستغرام. طبعا ما كان يقصد، لكن ما حسب حساب ان اشخاص راح يتابعونه. عشان كذا نرجع نقول الحذر دائما كل شيء تصوره.